أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول، تعرف على ما حدث في مران الأهلي اليوم. اختتم النادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل بدء الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون بداية من غدا الأربعاء. حرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع مع اللاعبين، وشهد المران تنفيذ بعض الفقرات البدنية والفنية المتنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين. كما شهد المران انتظام الثنائي عمرو السولية ورامي ربيعة في جانب من التدريبات البدنية والجماعية، وأكد أبو عبلة على أن ربيعة والسولية شاركا في جانب من التدريبات في إطار المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة. كما عاد البرازيلي برونو سافيو للتدريبات بعدما كان مكتفي في الأيام الماضية بأداء تدريبات في الجيم، وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد. خبرنا الثاني، عبد الحفيظ غياب كهربا عن المران بسبب نزلة البرد. أكد السيد عبد الحفيظ على أن غياب كهربا عن مران اليوم وكذلك علي لطفي بسبب إصابتهم بنزلة البرد وليس لأي أسباب أخرى. خبرنا الثالث، اتحاد الكورة يكشف عن تفاصيل إصابة محمود متولي. أكد اتحاد الكورة على أن متولي خضع لأشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية، وحتى الآن الأهلي واتحاد الكورة لم يكشفوا عن فترة غياب اللاعب، ولكن بالخبرة كده نقدر نقول إن الشد في العضلة الخلفية بيخلي اللاعب يقعد من حوالي أسبوع إلى أسبوعين، يعني خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بالكتير هيرجع متولي للمشاركة مع الفريق في التدريبات. خبرنا الرابع، رسميا المنتخب يستدعي ياسر إبراهيم. رسميا أعلن المنتخب عن استدعاء مدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم للانضمام لمعسكر المنتخب. ياسر إبراهيم لتعويض خروج محمود متولي من المنتخب بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية. خبرنا الخامس، وكيل أعمال محمد محمود سيرحل عن الأهلي بنسبة 200%. أكد نادر شوقي على أن محمد محمود في طريقه للرحيل عن النادي الأهلي في شهر يناير، سيرحل على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.